المستلم صلى عليك إلهي. كلما هتفت في مكة الحب نفس أوسعت قدم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله جلت قدرته بعباداتهم وبذكرهم وبتلاواتهم للقرآن وأعمالهم الصالحة، وسوف يرد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سلام، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم في فيديو جديد. اتمنى تكونوا كويسين ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، عيد مبارك عليكم يا رب، وان شاء الله ان شاء الله تكون الاعياد اللي جايه كلها احنا سوا. النهارده ليله العيد، مش عارفه بصراحه الفيديو ده هينزل لكم امتى بالظبط، يعني بالكتير قوي لو نزل لكم على الساعه 7 8 الصبح، يعني اول يوم العيد، بسبب ان انا متاخره في حاجات كتيره بسبب الامتحانات اللي كانت عندي. انا حرفيا لسه امبارح بس مخلصه امتحان، انا مش مخلصه امتحانات نهائي، لا انا لسه هخلص في اخر شهر 6. بس ما علينا، احنا مكملين عادي، احنا والامتحانات، وفلوج الامتحانات هتشوفوه ان شاء الله في اخر شهر 6. من دلوقتي احنا في العيد، بلاش نتكلم عن الامتحانات، عايزه اخد راحه شويه وعايزه افضي دماغي بصراحه من الامتحانات. خلونا نفرح بالعيد شويه. حرفيا ما عملتش اي حاجه غير ان خدت شاور العيد وحطيت السكين كير بتاعي. عملت بس ماسك واحد، انا مش من النوع اللي بيعمل ماسكات او ان هو يعني يحط حاجات كتير قوي في العيد وكده، بصراحه مش من النوع ده خالص، بس حبيت ان انا اجرب الماسك ده. جبت ماسك بالحليب اصلا، فحسيت ان الماسك ده متماشي شويه مع بشرتي، يعني جربته مرتين قبل كده، فبصراحه كان عامل نتيجه كويس معايا، بيفتح البشره وفي نفس الوقت بيقلل الرؤوس السوداء والحبوب وكده، ف يعني حسيت ان هو كويس مع بشرتي، فعشان كده جربته المره دي كمان. بس هو اكتر حاجه فعاله فيه انه حرفيا بيفتح البشره. وبعد كده حطيت المرطب بتاعي، بس قبل المرطب حطيت السيرم اللي انا قلت لكم عليه اني جبته في الفيديو اللي فات، وحرفيا السيرم ده خرافي بجد والله. السيرم ده حلو قوي، بيرطب بشكل كبير، بيبدأ حرفيا يخلي الحبوب تقل، بس بسبب الامتحانات اللي انا فيها والتوتر اللي انا فيه، فالحبوب متزايدة معايا بسبب الفترة دي. بس بجد والله هو مرطب فعال جدا وحلو قوي للبشرة، فانصحكم بيه بجد. وارجعوا للفيديو اللي فات بتاع مشتريات العيد، هتلاقوه في الفيديو. اوكي، انا حرفيا بعد ما خدت الشاور لبست بيجامه العيد الجديده اللي عليها مارد وشوشني وشلبي، بجد تحفه، ناعمه جدا وحلوه قوي، انا مبسوطه بيها بصراحه. وده اللي انا عملته، حرفيا ما عملتش اي حاجه تانية. بس قبل ما نبتدي التجهيزات التانية اللي انا بعملها في العيد وكده، فانا حابه اني اوريكم حاجات تانية اشتريتها امبارح. اشتريتها متاخر جدا، وكان المفروض ان انا اشتريها قبل كده على فترات، بس للاسف بسبب الامتحانات ما جاليش اي فرصه ان انا اعمل كده نهائي، ما كانش عندي اي فرصه بسبب الامتحانات بجد. فانا خلصت الامتحان امبارح وطلعت على طول اني اروح اشتري الحاجات دي. خلوني اوريكم شويه الحاجات اللي انا اشتريتها وبعدين نشوف هنعمل. هنا كريم مزيل عرق برضو بريحه العود، عجبني قوي ريحته، شبه اللي انا وريته لكم في الفيديو اللي فات، فهو نفس الماركه اللي هو العود الملكي، فهو ده بريحه العود. مش فاكره التاني كان بريحه ايه، بس ده عجبتني ريحته قوي فعشان كده جبته. عندنا بادي سبلاش، حرفيا البادي سبلاش ده انا جربته، وده من احلى الروايح ومن احلى الحاجات اللي بجد استخدمتها في حياتي، فانا بجد بحب البادي سبلاش ده قوي. هو من مداوي، حرفيا مكتوب عليه كده، انا مش عارفه هو مكتوب ريحه ايه، بس هو تحفه بجد تحفه. اهو
مش عارفه الفوكس بتاع الكاميرا مخليكم عارفين تشوفوا ولا لا، بس بجد تحفه قوي. هنا عندنا حرفيا زي ليب جلوس بريحه الخوخ اعتقد، فهو حرفيا يبان ان هو شفاف، بس بجد والله يعني يديكوا لون بامبا جامد جدا، فخدوا بالكم انتوا بتحطوه بجد. فهو حرفيا حلو وفي نفس الوقت عامل زي المرطب، فعجبني. انا اشتريت مزيل عرق صغير عشان يبقى معايا في الشنطه دايما. طيب نيجي بقى لاهم حاجه، جبت شويه حاجات من العزبي، صيدليه العزبي. فالحاجات دي حرفيا انا دخت عليها قوي، المنتج ده يا ربي انا دخت عليه جدا عشان الاقيه، واخيرا الحمد لله ان انا لقيته. انا حرفيا اصلا دي الحاجه اللي كانت ناقصاني، فانا كنت نازله مخصوص عشان الحاجه دي. فجبنا هنا ايه بقى، خلينا نشوف، وهي منتجات لونا. فانا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، حرفيا بعشق منتجات لونا فوق ما تتخيلوا. منتجات لونا دي من اجمل المنتجات المرطبه بجد والله. فجبت هنا منتج اللي هو بتاع ترطيب بتركيبه مركزه، اللي هو بزبده الشيا. ده حلو قوي بجد لرجليكوا، لاي تشقق في الرجلين، لاي حاجه بجد تحسوا انها ناشفه قوي في جسمكوا، استعملوه خرافي. هنا عندنا المرطب اللي هو للايد وللجسم كله. المرطب ده تحفه وريحته جميله جدا للجسم بجد، فهو ملطف يومي اصلا، يعني استخدموه يوميا اصلا. فانتوا ممكن تستخدموا المرطب ده لجسمكم وقت بس الاستحمام، وللايد طبعا كويس جدا. نيجي هنا للاتنين دول منقذين حياتي، هو نفس النوع يعني. ده بجد منقذ حياتي، اللي هو للشفايف، مرطب الشفايف. بجد لونا في مرطب الشفايف من اروع المرطبات اللي انا جربتها في حياتي. فانا حرفيا بقالي اكتر من سنه اهو مواظبه عليه، فبجد هو تحفه جدا. ولما بغيب عنه فتره بعرف ان انا اللي قصرت في حق نفسي. فبجد المرطب ده لازم يكون معاكم في اي حته تكونوا فيها بجد. هو برضو بتركيز زبده الشيا. بس كده هي دي الحاجات اللي انا جبتها وكانت ناقصاني، لان انا منتجات لونا من اكتر المنتجات اللي بعشقها بجد في حياتي، فكانت ضروري ان انا اجيبها. فالحمد لله ان انا جبتها. اوريها لكم. هنا عندي شراب هلبسه على الطقم ده، يعني على بيجامه العيد. فهنا عندي الشراب ده على شكل ستيتش. طبعا انتوا عارفين انا قد ايه بحب ستيتش. هو انا بس معلومه، يعني انا عمري ما سمعت الكرتون ده في حياتي بجد والله، عمري في حياتي ما سمعته. اعتقد سمعت حته بسيطه قوي منه، عمري ما كملته للاخر، يعني عمري ما شفت نهايته ايه، او يعني ما شفتش غير البدايه. غير كده انا ما اعرفش حاجه عن الكرتون، بس انا بجد والله بحبه قوي يعني. المهم ان الشراب ده كان جاي هديه في عيد ميلادي، عشان صحابي عارفين ان انا بحب الحاجه اللي عليها شكل كرتون، فجابوا لي الشراب ده. فهو لايق جدا قوي مع البيجامه، ودي اول مره بصراحه هلبسه، فهلبسه بقى وبعدين نبتدي نشوف هنعمل ايه. اول حاجه حابه ان انا ابتدي بيها ان احط الضوافر دي، واحاول اني اقصها عشان حاسه انها طويله قوي. فتعالوا نحطها وتشوفوا دلوقتي معايا ازاي بحطها. طيب هنا معاها اللزق اللي هو شبه الدبل فيس اللي قلتلكوا عليه، وهنا الضوافر. هنا اخدت الدبل فيس، دلوقتي هحطه على ضفري هنا الكبير ده. هلزق الدبل فيس الاول على صباعي. تمام. انا شفتهم قبل كده بيحطوه بطريقه غريبه قوي بصراحه، يعني مش مجرد بس كده، لا بيفردوه، يعني بيخلوا الدبل فيس يطول على الضفر نفسه كله حرفيا، يعني بيفضلوا يشدوا فيه كده، يعني يخلوه يوسع قوي زي اي لزق عموما بنحطه على اي حاجه. المفروض بيبقى فيه طبقه ورق كده من فوق، مش عارفه اذا كانت باينه ولا لا. المهم ان الورقه دي بتشيلوها اول ما تيجوا هتلزقوا الضفر خلاص. فانا هحط على ايدي دلوقتي الدبل فيس كله وارجع لكم. خلونا نبدا بالصغير. دلوقتي انا هشيل الطبقه اللي فوق دي على الدبل فيس كده، وناخد الضفر ونلزقه، نحطه على الدبل فيس وندوس حبه صغيرين. اوكي حرفيا لزق بس. وهكذا بقى في كل الايد هعملها وارجع. طيب حاليا انا ركبت الضوافر اهو، ده شكلها، بس هي طويله قوي حرفيا. فانا دلوقتي هحاول اقصها واظبطها معاكم. القصافه بتاعتي
وهنا المبرد بتاع الضوافر الحديد. حرفيا انا ما بستخدمش غير الحديد، ما بحبش خالص اللي هما كرتون ده، بحس ان هو ما بينفعش مع ضوافري عموما. فبجد انا انصح اي حد يجيب مبرد حديد، بجد ده من افضل الانواع حرفيا. فبجد ده احلى حاجة انا جربته في المبرد. ان احنا نقص كده ونشوف هنعرف ولا ايه الوضع، عشان حرفيا نفسي قوي. اوكي الموضوع اعتقد انها بدأت تتقص، بس انا مش عارفة اتحكم فيها قوي حرفيا. اوكي حاسة اني نفعت بصراحة، حاسة ان هو اتقص حبة. فدلوقتي خلونا نظبطه بالمبرد ونشوف هيعمل نتيجة حلوة ولا لا. حرفيا حاسة ان النتيجة حلوة قوي وتظبط بجد والله، والطول ده عجبني وانا بحب الشكل المدور ده جدا. فخلوني بقى اكمل بقية الضوافر كلها وارجع لكم. بس كده انا قصيتهم حاليا، مش عارفة اذا كانوا باينين كويس ولا لا. هما مش احسن حاجة، هما كمان عايزين يتنضفوا كويس جدا، بس انا حاولت والله على قد ما اقدر. يعتبر الايد الشمال مظبوطة اكتر حاجة من ايدي اليمين، عشان ما كنتش عارفة اتحكم في ايدي اليمين قوي. زي ما انتوا عارفين ان دايما الايد اليمين ما حدش بيعرف يتحكم في اي حاجة فيها، لكن لما تيجي تقصي الشمال طبعا بتطلع احسن. اوكي حصل خير كده، انا خلصت ضوافري حاليا. طيب حاليا انا هعمل ايه؟ حاليا انا ناويه اني اقعد اتفرج على حاجه، ممكن اكل ترمس ولا حاجه. يعني في العاده ان انا ده اللي بعمله، او ممكن اقعد اكل اكل تاني، عشان انا ببقى وقت الفطار ما باكلش كويس جدا، فبفضل اجله لغايه بالليل حرفيا. فانا ممكن اعمل ايه دلوقتي؟ ان انا اقوم اتفرج على اي كرتون. مش عارفه ليه الفتره دي مايله ان انا اتفرج على كرتون ولا حاجه، فممكن اتفرج على كرتون، او ان انا ممكن اسمع الروتينات اللي انا بحب اقعد اتفرج فلوجز يعني لبنات وكده. فبحب اتفرج قوي على الحاجات دي، فممكن اشوف حاجه من دي. وكمان نقعد نشوف هناكل ولا ناكل حاجه حلوه. مش عارفه بصراحه، لسه ما قررتش. اعتقد هو ده اللي انا هعمله، مفيش حاجه قوي بعملها. حرفيا روتين العيد هو مختصر ان انتي عملتي يعني روتين لبشرتك، سكين كير، عنايه، كل حاجه. واخر حاجه ان انتوا بتقعدوا تتفرجوا على اي حاجه تبسطكم وكده. بس يعني مفيش حاجه قوي بعملها حرفيا. الفيديو قصير جدا انا عارفه، مش عارفه هياخد مني في الايديت قد ايه بالظبط، بس انا هحاول انزله لكم على طول ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، واستنوا فيديو العيد ان شاء الله. اتمنى بجد يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه. ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب عشان احنا قربنا نكمل ال 800. حرفيا انا مبسوطه قوي بجد والله. فبس كده ننهي الفيديو على كده. بحبكم قوي 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 قوي، وكل عام وانتم بخير مره تانية. سلام.